ازاي تقدري تقرري وانت خارجه من عند الدكتور معيطه ومبهدله الدنيا عشان قالك الميه قلت حوالين الجنين، وكده نبقى مضطرين نولدك قيصري النهارده او بكره؟ ولو هنتكلم في الصح والغلط واللي ينفع ولا ما ينفعش، فعيب قوي في حق كل قعدات النميمه اللي انت قعدتيها مع بنات خالاتك وكل صحباتك ان الموضوع ده يعدي كده من غير ما نتصل عليهم واحده واحده ونشوف رايهم ايه في كل كلمه قالها الدكتور. طب بعد اذن بقى، كل كلمه حلوه اتقالت في اللمه الحلوه دي وكل كومنت اتقال على جروب المامز وجروب الحوامل وجروبات ست الستات، تاخدي بقى المفاجاه اللي انت عارفاها وكلنا عارفينها: الميه اكيد في اخر شهور الحمل بتقل، وبالذات في الشهر التاسع. ما هو مش هيفضل يعوم في الميه كده زي ما يكون في الشهر الخامس والسادس. احنا جامدين جدا، مش اي حاجه هتقلنا وتخلينا نتوتر بالمنظر ده. روحي مركز اشعه واعملي سونار على البيبي، خلي الدكتور يشوف لك مقاسات البوكتس الموجوده ايه بالظبط. هنركز على واحده لو مقاسها اقل من 2 سم يبقى احنا كده محتاجين ناخد اجراء. ولو قدرت افصلك عن الشله اللي حواليكي وعرفتك فعلا تاخدي القرار المناسب مع الدكتور بتاعك انك تولدي قيصري دلوقتي حالا او الموضوع ممكن يستنى وتولدي طبيعي بعد شويه، اعملي لي فولو دكتوره اماني كمال، اخصائيه النساء والتوليد.